السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الخامس الابتدائي، ازيكم عاملين ايه؟ بداية هنصلي على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونكمل مع بعض رحلتنا في المنهج. عندي هنا نشاط 11. نشاط 11 هنا بيكلمني عن ايه؟ بيقول لي ما المقصود بالنجوم. خدنا في الدرس اللي فات النجوم، وعرفنا ايه هو النجم القطبي، وعرفنا النجوم تتكون من ايه، وعرفنا اطوار القمر. تمام. هنا بقى بيتكلم على النجوم والشمس. بيقول هنا عند النظر الى السماء ليلا، لما تيجي تبص في السماء بالليل ايه اللي بيحصل؟ قال لي قد تتمكن من رؤية آلاف من النجوم. احنا بنشوف نجوم كثيرة جدا لا حصر لها، ليس لها أعداد، يعني كثير جدا من النجوم. تمام. هنا بيقول لي يعتقد بعض العلماء أن عدد النجوم الموجود في الفضاء أكبر بكثير من إيه؟ قال لي من جميع حبات الرمال على شواطئ الأرض. بمعنى إيه؟ بمعنى إن العلماء اكتشفوا إن في نجوم كثيرة جدا، آلاف من النجوم. تمام. واعتقدوا إن النجوم اللي هي فوق موجودة في السماء أكثر بكثير من إيه؟ من جميع حبات الرمال الموجودة فينا على شواطئ الأرض. يعني النجوم ديت أكبر، يعني العدد بتاعها أكبر من عدد الرمال الموجودة على الأرض على شواطئ الأرض. شفت أنت الرملة، حبات الرملة تكاد لا ترى بالعين، ولكن احنا بنشوف الرمال الكثيرة. تمام. مش بقول هنا تعريف مهم جدا، عرف النجوم مهم جدا. بقول هي أجرام سماوية عملاقة، يعني أجسام موجودة في السماء كبيرة جدا عملاقة، تتكون منين؟ قال لي من غازات شديدة الانفجار، مثل ايه؟ قال لي مثل الهيدروجين والهيليوم. احنا خدنا الهيليوم في الترم الأولاني، قلنا إن هو غاز ايه أخف وزنا من الهواء، وتفتكروا معانا. يبقى النجوم هي ايه؟ نقول هي أجرام سماوية عملاقة تتكون من غازات شديدة الانفجار مثل الهيليوم والهيدروجين. نيجي هنا على الشمس. بيقول لي في القرن الستاشر السادس عشر الميلادي، يعني 1700 ميلاديا، أثبت العالم كوبرنيكوس أن الشمس هي مركز مجموعتنا الشمسية. مهمة جدا وهتيجي في صيغة سؤال أكمل. هيقول لي أثبت العالم كوبرنيكوس إيه بقى؟ أن الشمس هي مركز نقط. تمام. أو أن نقط هي مركز مجموعتنا الشمسية. فلازم نكون احنا عارفين مين هي مركز مجموعتنا الشمسية. فبيجي هنا تحت بيقول لي تعتبر الشمس نجما متوسط الحجم. يعني ايه؟ يعني الشمس ده ليست نجما كبيرا جدا، ولكنها متوسط. بمعنى ان في نجوم اكبر من الشمس وفي نجوم اقل حجما من الشمس، بس نجم الشمس ده هو النجم المتوسط. تمام. وهو النجم الوحيد في ايه؟ قال وهو النجم الوحيد في المجموعة الشمسية. هل في نجوم تانية؟ لا، هو نجم الشمس. لأن الشمس هي ايه؟ هي تؤثر على 8 كواكب تسير حولها، وبعض النجوم. تمام. وبعض الأقمار حوالي 200 قمر بيسيروا حولها، بتأثر عليهم. تمام. فهو النجم الوحيد فين؟ في المجموعة الشمسية التي تضم عطارد، تضم كوكب الأرض والمشتري والمريخ وزحل وهكذا جميع الكواكب. هنا بيقول لي تبدو الشمس أكبر حجما من باقي النجوم في السماء. يعني إيه؟ يبقى الشمس ده هي أكبر حجما من النجوم في السماء. هي تبدو. ليه تبدو؟ لأن هي ظاهرة بسطوعها الشديد. احنا قلنا إن سطوع الشمس ليه بيوصل لنا عن باقي النجوم؟ قلنا لأن نجم الشمس هو أكتر شدة وسطوعا، عشان كده بيظهر لنا الضوء بتاعه بشكل واسع. تمام. فبيقول لي علل. ده سؤال علل مهم جدا. تمام. السؤال علل ده بقول ايه؟ بقول لي تبدو الشمس اكبر حجما من باقي النجوم في السماء، ما السبب؟ بقول له لان الشمس اقرب النجوم الى سطح الارض. هي مش اكبر ولا حاجه، يعني هي مش اكبر من باقي النجوم. احنا قلنا في نجوم اكبر من نجم الشمس ونجوم اقل، بس هو بيقول لك انت شايف ان الشمس اكبر من جميع النجوم ليه؟ نقول له والله لان هي القريبه منين؟ من سطح الارض، لان هي الموجوده في المجموعه الشمسيه. تمام. ده سؤال مهم جدا.
هنا بقول ايه؟ نتيجة لكتلة الشمس وحجمها الكبير فإن لديها قوة الجاذبية كبيرة. افتكر معانا كده، قلنا كلما زادت الكتلة زادت الجاذبية. فبالنسبة للشمس كتلتها كبيرة جدا والحجم بتاعها كبير، يعني هو متوسط بس بالنسبة لنا كبير، وبتؤثر على 8 كواكب وتؤثر على 200 قمر بيدور حولها. معنى كده ان قوتها كبيرة جدا، تمام؟ قوة الجاذبية، لأن قوة الجاذبية مرتبطة بكتلة الجسم والمسافة بين الأجسام. بيجي هنا بيقول لي قوة جاذبية الشمس تبقي 8 كواكب، أهي لسه جايين تبقي 8 كواكب ومن بينها الأرض، وأكثر منين؟ وأكثر من 200 قمر، يعني مش 200 قمر بس، لا ده أكتر من 200 قمر في حالة دوران مستمر حولها. يعني ال8 كواكب وال200 قمر من ضمنهم، لا ركز معايا، 200 قمر أو أكثر من 200 قمر بيدوروا حوالين الشمس. بس ركز معايا، في سؤال هنا هيخطر في بالك، إيه هو؟ في واحد ناصح يقول لي يا مستر طب احنا دلوقتي يعني دول بيدوروا حوالين الشمس، طب والقمر اللي هو بتاعنا بيدور حوالين ايه؟ الشمس برضه؟ لا، في فرق، ان ال 200 قمر دول بيدوروا حوالين الشمس، ولكن احنا لينا قمر واحد بس بيدور حوالين الارض. تمام؟ شوف واحد هيسأل كمان سؤال ويقول يا مستر احنا ليه ال 200 قمر ما بنشوفهمش واحنا من على الارض زي ما بنشوف القمر بتاعنا؟ اقول له لان القمر بتاعنا اللي هو بيدور حوالين كوكب الارض، تؤثر كوكب الارض على القمر بايه؟ بقوه جاذبيه. انما ال 200 قمر الباقيين بيعملوا ايه؟ بيدوروا حوالين الشمس في مسافه بعيده عن كوكب الارض. تمام؟ فمش هنشوفهم، احنا بنشوف بس اللي هو قريب مننا من كوكب الارض. ارجو تكون الامور واضحه. عندي هنا نقول كيف تحصل الشمس على طاقتها. الشمس هذه الهائلة الكبيرة اللي احنا بنشوفها أكبر حجما وبتدينا نور وبتخلي عينينا نهار، ولما تختفي بيكون في ليل. الشمس دي تستمد طاقتها ازاي؟ أكيد لها طاقة زي بقية الكواكب. قال لي تستمد الشمس كغيرها من النجوم الطاقة الناتجة منين؟ قال لي من التفاعلات بين الغازات. يعني الشمس ده نجم برضه زي النجوم باقي النجوم، وقلنا ان باقي النجوم ده بتستمد طاقتها من التفاعلات ومن الغازات، تمام، الساخنة الموجودة بداخله. تمام؟ ماشي. هنا الشمس ده نجم برضه من بقية النجوم، يعني نوع من النجوم، ولكن أكبر شدة وسطوعا، عشان كده بنشوف الضوء بتاعه في النهار. تمام. ايه بقى بيستمد الطاقه؟ اكيد من الغازات. قال لي من التفاعلات بين الغازات. ايه لتنتج ايه؟ قال لي تنتج طاقه حراريه اللي هي بتوصل لنا الحراره، وطاقه ضوئيه بتنير لنا المكان. تمام؟ ماشي. عندي هنا مصدر طاقه النجوم. بيقول لي مصدر طاقه النجوم عند انفجار الغازات المكونه للنجوم. ايه اللي يحصل؟ قال لي تنتج طاقه حراريه تنير ايه؟ حراريه، ان هي ايه؟ زي في الفصول كده، زي ما فصل الصيف عندنا بيكون ايه؟ الشمس بتكون حار وضوئية، عشان احنا بنشوفها ايه؟ متوهجة، تظهر في لمعان النجوم في السماء. تمام؟ يبقى ده نفس الكلام مع الشمس، لان الشمس والنجوم كلاهما نجوم. اسمه نجم الشمس، ما اسموش كوكب الشمس ولا قمر الشمس، اسمه نجم الشمس زي باقي النجوم. يبقى مصدر النجوم ومصدر الشمس هما حاجة واحدة بس، انفجار الغازات، تمام، او التفاعلات بين الغازات والذي ينتج عنها انفجارات. لان كوكب الشمس بطبيعته كوكب ملتهب جدا، عفوا، نجم الشمس بطبيعته نجم ملتهب جدا، اي كوكب او اي قمر بيقترب منه بينفجر. تمام؟ وفي انفجارات شديدة جدا، ولكن احنا ما بنسمعش صوت الانفجارات دي، احنا بنشوف الضوء، لان الضوء بينتشر في الفراغ، انما الصوت لا ينتشر في الفراغ. الصوت عبارة عن موجات ميكانيكية، انما الضوء موجات كهرومغناطيسية، وهتاخدوا الكلام ده في الاعدادي باذن الله، ولكن مش قصتنا. فبيقول لي هنا ملحوظة: يقوم العلماء بعمل ابحاث مستمرة
عن كيفية إنتاج هذا الكم الهائل من الضوء والحرارة من الشمس. يعني إيه؟ بمعنى إن العلماء بيعملوا أبحاث مستمرة عشان يقدروا ينتجوا الكم الهائل ده على الأرض، وهم على الأرض مش من الشمس. يعني هم دارسين نجم الشمس ده والقوة الهائلة بتاعته والطاقة بتاعته والضوء العالي بتاعه. فهنا هم بيدرسوا الكلام ده بحيث إن هم يعملوا نفس الطاقة ونفس الحرارة التي تنتجها الشمس على كوكب الأرض. اخترعوا حاجة كده تجيب نفس الطاقة ونفس إيه الحرارة والطاقة الضوئية. فعندي هنا في نشاط 12 بيتكلم هنا كيف يمكننا دراسة النجوم، نفهم النجوم بشكل واسع. فسؤال فكر هنا بيقول هل يمكنك رؤية بعض الأجرام السماوية في السماء بالعين المجردة؟ أنت تقدر تشوف أجرام سماوية. كلمة جرم سماوية يعني أي شيء موجود في الفضاء، سواء نيزك، سواء مذنبات، سواء أقمار صناعية، تمام، سواء أقمار اللي هي الأقمار اللي موجودة في الفضاء، تمام، ده اسم أجرام سماوية. هل إحنا بنقدر نشوف الكلام ده؟ نعم أم لا؟ يعني أنت تقدر تشوف؟ طبعا أنا بشوف أجرام سماوية زي النجوم بشوفها في السماء. يبقى نعم، بعين المجردة يعني عينك أنت اللي أنت بتشوف بيها. فبيقول هنا عندما ترى القمر ليلا في السماء يبدو لك بنفس حجم الطبيعي ولا اقل من حجمه. القمر اللي انت بتشوفه ده انت بتشوفه صغير، تمام. طب لما تطلع فوق في الفضاء لا، هتلاقيه كبير. فانت بتشوفه اقل من حجمه ولا بنفس حجمه؟ اقل من حجمه، تمام. تمام. هنا بيقول لي رؤية الأجرام السماوية. بيقول لي الأجرام السماوية الموجودة في الكون يمكن رؤية بعضها بالعين المجردة. أنا أقدر أشوف بعضها بالعين المجردة، يعني بعينك أنت اللي أنت بتشوف بيها عادي. والبعض الآخر ما أقدرش إن أنا أشوفه بالعين، ولكن يتطلب أجهزة ومعدات خاصة لرؤية هذه الأجرام السماوية، يعني هذه النجوم أو الأشياء الموجودة في الفضاء. فبيوضح لي كلا على حدة. جايب لي أول حاجة قال لي أجسام يمكن رؤيتها بالعين المجردة. فهنا بيقول لي يمكن رؤية العديد من الأجسام في الفضاء بالعين المجردة. مثل إيه؟ أنا أقدر أشوف في الفضاء حاجات كثيرة جدا. زي إيه؟ قال لي زي النيازك. النيازك ده أي جسم غريب بيقترب من سطح الأرض، ولكن من حكمة ربنا سبحانه وتعالى إنه النيازك دي تنزل في الصحراء بعيدا عن الإيه؟ عن الأماكن التي تعيش فيها الإنسان والبني آدمين والكلام ده. والمذنبات، تمام. المذنبات ده عبارة عن اسمه إيه ده؟ زي الشهب، تمام، ماشي. والاقمار الصناعيه، الاقمار الصناعيه دي زي الاقمار اللي هي بتعرفنا الرطوبه في الهواء الجوي، وتعرفنا الايام العاصفه والايام الممطره. واقمار صناعيه برضو زي الاقمار اللي هي بنشوف بتدينا اشارات بنشوف منها التلفزيون. واقمار عشان برضو زي الراديو، ماشي، الاقمار الصناعيه كذلك. واقمار صناعيه للنت اللي احنا شغالين عليه، وهكذا. قال لي مثل قمر محطه الفضاء الدوليه اثناء دورانه في السماء. الأقمار دي مش ثابتة. الأقمار الصناعية دي عبارة عن أقمار بتقعد تلف حوالين كوكب الأرض، تمام. ولكن بتشتغل ازاي بقى؟ ده بقى ايه؟ بالطاقة الشمسية، تمام، بلوحات الطاقة الشمسية، لأن هي موجودة الشمس بتأثر عليها. فما فيش بطاريات طويلة الأمد، تمام، إنها تدانها فيها. في نفس الوقت مين اللي هيقعد كل شويه البطاريه تخلص يطلع يحط للقمر الصناعي بطاريه؟ ولكن هم عملوها خلايا شمسيه عشان تتحرك في الاجواء. بيقول هنا تبدو معظم هذه الاجسام مثل ومضات صغيره من الضوء. يعني بشوف الحاجات دي المذنبات والنيازك ومضات صغيره من الضوء، تمام. وذلك بسبب بعدها عن الارض، لان هي بعيده عن كوكب الارض. انا بشوفها زي النجوم، زي ما انا بشوف النجم بيتوهج، كذلك بشوف النيازك والمذنبات والاقمار الصناعيه وهذا. عباره عن ايه؟ عباره عن ومضات صغيره، تمام. ولكن يصعب التمييز بينها. يعني مش هقدر اقول ان ده قمر، مش هقدر ان اقول ان ده نيزك، ان ده شهب او شهاب، تمام. فنيجي على البند الثاني. بيقول لي اجسام لا يمكن رؤيتها بالعين المجرده. يعني انا ما اقدرش اشوفها بالعين المجرده. قال لي الكون شاسع جدا، وبالتالي تكون العديد من الاجسام بعيده جدا، اكيد طبعا. فلا يمكن رؤيتها بالعين المجرده دون استخدام اجهزه معينه لذلك. لا يمكننا ايه؟ ارسال رواد الفضاء لدراسه هذه الاجسام شديده البعد مثل النجوم. احنا ما نقدرش ان احنا نبعت للعلماء في الفضاء بعيدا عن ايه؟ بعيدا جدا. يعني مش هقدر ان انا اركب العلماء صاروخ، تمام، واقول لهم اطلعوا اكتشفوا النجوم، لان بعيده جدا.
تمام. فهيحتاجوا كم هائل من الاكسجين وكم هائل من الاطعمه، لان السفر من هنا للفضاء بيتطلب معدات خاصه واجهزه خاصه واطعمه، بالذات لما يكون هو طالع كذا شهر. تمام. في نفس الوقت هم مش محددين مكانها فين بالظبط، فهيستهلك وقود منهم كتير جدا. فبيعملوا ايه بقى؟ قال ان في ادوات يجب علينا الاعتماد على بعض الادوات. بيصنعوا اجهزه زي التلسكوب، زي التلسكوبات والمناظير، الحاجات اللي هي بتكبر الحاجات اللي هي عن بعد وبيكتشفوها. زي ما يجي يشوفوا مثلا هلال العيد او هلال رمضان، بيقول لك رمضان بكره او العيد بكره، وهكذا. هم بيشوفوا الكلام من ده، فمش هيخلوا العلماء ان هم ياخدوا صاروخ ويطلعوا عشان يشوفوا الهلال، لا، ده من خلال تلسكوب بيشوفوا الموضوع ده. فبيقول لي لماذا لا نرسل رواد الفضاء لاستكشاف النجوم؟ ده علل. طالما لماذا يبقى علل على طول. سؤال مهم. لانها اجسام شديده البعد. احنا مش هنبعت رواد فضاء عشان يشوفوا الكلام ده، لا، ده هي بعيده جدا. تمام. فهو هتكلف عليهم فلوس واطعمه وحاجات كتيره جدا. فلذلك فلذلك يجب علينا الاعتماد على بعض الادوات لاكتشاف الفضاء. يبقى هنقول لانها اجسام شديده البعد، ويجب علينا الاعتماد على اجهزه معينه لاكتشاف هذه الفضاء. فبيجي هنا بيقول لي ايه؟ كيف يمكننا دراسة النجوم؟ احنا هندرس النجوم ايه؟ قال لي يمكننا أن تساعدنا دراسة النجوم في معرفة كيف تشكلت المجرة. كلمة المجرة زي مجرة درب التبانة اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. مجرة درب التبانة دي اللي هي موجودة، اللي احنا موجودين فيها، اللي هي المجموعة الشمسية موجودة في مجرة درب التبانة. تمام. طب احنا بندرس النجوم ليه؟ قال لي عشان نعرف المجرة دي تكونت ازاي، عن طريق الانفجار العظيم. طب الانفجار العظيم ده سببه ايه؟ طب والنجوم دي راحت فين لما حدث انفجار؟ تمام. وغيرها. يعني احنا بندرس النجوم ديت عشان نشوف سبب تكون هذه المجرة، لان في آلاف برضو من المجرات وفي آلاف من النجوم. كلمة مجرة ده بيعم الكواكب وبيعم الأقمار والنجوم وكل شيء بداخل هذه المجرة. يعني مجرة درب التبانة ده موجود فيها الشمس وموجود فيها الكواكب وموجود فيها الأقمار وموجود فيها كوكب الأرض اللي احنا يعني ايه، كلمة مجرة زي البيت، موجود فيها أبوك وأمك وأخواتك وهكذا. ده اسمه مجرة، بس بشبهها بالمجرة. تمام؟ تمام. فبيقول لي هنا المجرة ده تعريف، وتعريف مهم. قال لي تجمع هائل من آلاف ملايين النجوم. آلاف ملايين، مش آلاف بس، ده آلاف وملايين النجوم. يعني نجوم كثيرة جدا. تمام. هتقول يا مستر طب هو ما ذكرش في المجرة دي كواكب؟ ما يا حبيب قلبي، النجوم، نجم الشمس اسمها المجموعة الشمسية. نجم الشمس ده بيأثر على جميع الكواكب. تمام. ومش شرط ان المجرة يكون فيها كواكب، ممكن المجرة ما يكونش فيها كواكب، يكون فيها نجوم كثيرة جدا، يكون فيها أقمار بس ما يكونش فيها كواكب. كل اللي احنا نعرفه ان في المجموعة الشمسية اللي هي مجرة درب التبانة موجود فيها كواكب، 8 كواكب من ضمنهم كوكب الأرض. تمام. فهو تجمع هائل من ملايين النجوم. فتقع مجموعتنا الشمسية في مجرة تعرف باسم مجرة درب التبانة. وده مهم جدا لأن ده ممكن تيجي في صيغة سؤال أكمل. تقع مجموعتنا الشمسية في مجرة تعرف باسم نقط، تكون أنا عارف إن هي مجرة درب التبانة. فبيقول لي هنا لرؤية الأجرام السماوية ودراسة النجوم، عشان نشوف المجرات والأجرام السماوية والأقمار والمذنبات والنيازك والحاجات دي اللي هي البعيدة، نحتاج إلى إيه؟ إلى أجهزة خاصة. قال لي قال لي حاجتين اتنين. قال لي مناظير ثنائية العدسة، يعني مناظير فيها عدستين، عدسة ولكن هنا شيئية وعدسة هنا عينية، عفوا عدسة العكس. تمام. فعدسة مكبرة. تمام. ثنائية العدسة يعني فيها عدستين. قال لي مثل منظار جاليليو اللي احنا خدناه وقلنا جاليليو اللي كان بيتكلم عن الجاذبيه، ان هو الاجسام الثقيله والاجسام الخفيفه تصلان معا عند ايه؟ عند اهمال مقاومه الهواء. لو مش فاكر ارجع للفيديوهات اللي فاتت. تمام. وحاجه ثانيه اسمها التلسكوب، مثل تلسكوب هابل. تلسكوب هابل ده تلسكوب عظيم جدا كبير هائل. تمام. موجود فين؟ موجود زي ما انتم شايفين، ده اسمه تلسكوب موجود في الفضاء. من خلاله بنتصل بيه عن طريق اشارات معينه، وبستكشف من خلاله النجوم اللي هي القريبه منه. تمام. تمام. فقال لي ايه هي؟ طب ايه هي يا مستر اهميه المناظير ثنائيه العدسات؟ ايه هي اهميه الكلام ده كله؟ قال لي تساعدنا هذه رؤيه الاجرام السماويه البعيده عن قرب. انا بشوف الاجرام دي عن قرب. تمام. بتساعدنا عليه
قال لي تساعدني ان انا اشوف الاجسام البعيده زي القمر وزي النجوم وزي المجرات وزي الانفجارات، ان انا اشوفها قريبه مني، يعني اشوف الاحداث دي وانا قاعد في البيت. اما اشوف الاحداث دي وانا قاعد في البيت، زي ممكن اشبه العدسات والتلسكوبات دي عامله زي كاميرا التليفون او الكاميرا بشكل عام، ان انت تقدر تجرب، يعني لو شخص بعيد تقدر من خلال التليفون ان انت تجرب ايه الشخص ده، وتقدر ان انت ايه تبعده. تمام. فانا بشوف الاجسام عن قرب، مثل قال سطح القمر، بشوف سطح القمر شكله عامل ازاي من جوه. تاني حاجه بشوف الكواكب القريبه من الارض، الكواكب اللي هي زي المريخ وزحل والمشتري. بشوف الاجسام المتحركه مثل الكويكبات بيتحركوا ازاي، وادرس الخصائص بتاعتهم، والنجوم الموجوده ضمن مجراتنا او خارجها، واشوف النجوم اللي هي حوالينا. ومن خلال هذه التلسكوبات احنا بندرس معا حركة الكواكب، وبندرس ايه الانفجار العظيم، وبندرس الحاجات اللي بتحصل والغازات واحنا عرفنا من خلال التلسكوبات والكلام ده ان النجوم تتكون من غازات نتيجة تفاعلات الغازات مع بعضها. الحاجات دي اتعلمنا من خلال ايه التلسكوبات، والحاجات دي ان احنا شفناها عن قرب، تمام، عن اماكن قريبة منه. فبيجي هنا في الملحوظة بيقول لي هناك حدود لقدرات الادوات. اكيد طبعا في رصد الفضاء اكيد في حدود، اكيد زي ما في موبايلات وفي كاميرات معينه، يعني في كاميرا تقدر تجرب مسافه معينه، في تليفون تاني كاميرته حلوه تجرب مسافه ابعد. في الكاميرات مش التليفونات، الكاميرات بتجرب مسافات ابعد وابعد وهكذا. ففي ادوات يعني اجهزه تستخدم يعني امكانياتها محدوده ضعيفه، مثل المنظار الثنائي العدسات والتلسكوبات. تمام. يعني هي لها قدره معينه على البعد، يعني في وليكن القمر في التلسكوبات دي تقدر تشوف القمر وسطح القمر، انما ابعد من كده مفيش. تمام. فيمثل الغلاف الجوي طبقة حماية تحيط بالارض. الغلاف الجوي ده بيمثل طبقة حماية للارض، لانه بيمنع جميع النيازك والمذنبات والكلام ده ان هي تصيب كوكب الارض. تمام. هو حاجز. تمام. وبينفع نفاذ بيمنع نفاذ بعض الموجات اللي هي تصيب الانسان. تمام. مثل موجات الضوء اللي هي الموجات اللي هي الأشعة تحت الحمراء والأشعة البنفسجية، وبيمنع جزء منها. تمام. وبتحجب بعض الحاجات منها، لأن الحاجات دي مؤثرة على الكوكب بشكل عام. تمام. أرجو تكون واضحة. فبيقول لي تدريب صح وغلط هنا. بيقول لي لا يمكن رؤية الأجرام السماوية مثل النيازك والمذنبات بالعين المجردة. أقدر أشوفها ولا ما أقدرش؟ أقدر أشوفها، لأن إحنا قلنا نقدر نشوفها عن طريق ومضات ضوء صغيرة، صح؟ فان انا اقدر اشوفها. قال لي جميع الاجرام السماويه يمكن رؤيتها بالعين. غلط، من الجميع، بعض الاجرام، يعني في حاجات تتطلب اجهزه خاصه. الشمس نجم متوسط الحجم، صح، متوسط الحجم. يمكن ارسال رواد الفضاء لاستكشاف النجوم بعيده عنا. غلط، احنا قلنا مش نقدر ان احنا نبعت رواد الفضاء. ليه؟ لان الاجسام دي بعيده جدا، ولكن احنا بنستخدم معدات خاصه لذلك. وبكده نكون انتهينا من الدرس الخامس. أرجو إن إحنا نكون فهمناكم ولو معلومة بسيطة. فيا رب تكونوا فاهمين دايما. ما تنسوش تدعمونا بلايك أو شير عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.